روائعه بلا حد لا بد أن يأتي، فلقد بلغنا قمة الموت. هذه الأبيات المعبرة نظمها راحلنا المسجى في هذا النعش الدامع الباكي الكئيب، نظمها عملاق الشعر والنثر والأدب، وكأن لسان حاله يقول: اعلم أنك قادم يا هذا الموت، وقد كنت معك على موعد إلى حين، وها هي الساعة قد أزفت، وها نحن قد التقينا. وها نحن أيها المشيعون الكرام نقف حيال هذا الموقف وقفة الوداع، مرددين قول الشاعر: لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. نعم، الموت حق، والإيمان بالله عز وجل حق، والرضا بأحكامه تعالى حق، والتسليم لمشيئته حق، ولا عظى أوضح للإنسان من الموت، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شيوخنا الأجلاء، أيها الحضور والسادة، أيها الحشد الحافل والمشيعون الأكارم، نقف اليوم وبحكم من القضاء والقدر خاضعين لعظمة جلال الخالق سبحانه، خاشعين أمام عبرة الموت وهول الموقف ورهبته. نقف مشيعين جثمان عملاق الشعر والنثر والأدب، فقيد الأمة الراحل، الشاعر الناثر الكبير، والرجل المعطاء، شخص الشهامة والإباء، العلم الخفاق، واسع الأفاق، حميد السيرة والأخلاق، المغفور له أبو محمد سميح القاسم. إنه حقا فخر لنا واعتزاز ما بعده اعتزاز أن أنجبت طائفتنا المعروفية، لا بل أمتنا الناطقة بالضاد بأكملها، شاعرا عملاقا عمت أبيات شعره نفوس الأمة بأسرها، ومنها إلى وشعوب المعمورة قاطبة. شاعر حاكى بإحساسه المرهف أحوال الجماهير، وعبر عن مشاعرهم الجياشة، وخلد مواقفهم وذكراهم، وبعث بنفوسهم العزة والإباء والكبرياء. لقد عرفناك أبو محمد شاعرا وخطيبا ومرشدا ومعلما، وعرفنا فيك قبل كل شيء الإنسان المفعم بالعفوية الصادقة، الذي يقطر نعومة وأدبا وحرارة ودفئا. استأنس بها كل من جالسك أو قابلك أو حادثك من قريب أو بعيد، وما أصعبها ساعة الرحيل من ساعة، فلا لقاء بعدها ولا قولا ولا حديثا. المشيعون الأفاضل، ولد راحلنا الكريم لأبوين كريمين من عائلة كريمة لها مكانتها وأهميتها في هذا المجتمع الكريم. ترعرع وتربى على المسلك الطيب، على التحصيل والكسب والإثراء والعطاء. لم يقتصر انتماءه على قريته أو طائفته فحسب، لكنه تعداهما ليكون ابنا بارا لكل بلد حل به، ولأمة عريقة بأكملها، وأخا لكل فرد من أفراد مجتمعنا. وما هذا المسلك إلا تعبير جلي واضح عن مشاعر وأحاسيس لإنسان ذو خلق عظيم وشخص كريم. عرفناك صديقا وفيا، ورجلا خلوقا أديبا كريما، صاحب الفكر الواسع والمواقف الثابتة المشرفة والخطوات الرشيدة السديدة. تعاملت مع النائبات والصعاب بكل حنكة ودراية ورأي صائب، حيث كنت في المقدمة دائما وفي الطليعة، تدعم وتؤازر وتواسي وتهنئ وتشجع، وتعمل ما استطعت إليه سبيلا لإصلاح هذا المجتمع. كنت واصلا لحبل الود، محافظا على الصداقة والأخوة اللتين كانتا تربطانك بالناس. فلطالما كنت من المبادرين في المنطقة إلى خلق جو من المحبة والتآخي والألفة بين جميع أبناء الطوائف في هذه البلاد، كان صوتك مسموعا ورأيك مشرعا مقبولا، وذلك يعود لحسن سيرتك ولما كان يربطك بالناس من علاقات خاصة ومميزة مع الجميع. ما من شك أن فقدانك سيترك فجوة كبيرة بين ظهرانينا
لكننا نعزي أنفسنا بروائع أعمالك المجيدة وسمعتك الطيبة الحميدة وأنجالك الكرام. الأخوة المشيعون، إن هذه الصفات الحميدة التي تحلى بها فقيدنا الراحل تدل على أنه كان يتمتع بشخصية مميزة جعلت الجميع يتأسف على رحيله عنا ويشهد على ما أقول هذا الموقف المهيب وهذه الجماهير الغفيرة التي جاءت من كل حدب وصوب للوقفة الأخيرة في وداع هذا الراحل الكبير، ولأننا نؤمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى وأن الأعمار بيده جل وعلا، وأنه يتوجب على الإنسان أن يتقبل حكمه بالخضوع والحمد والشكر والصبر الجميل والثناء. نطأطئ رؤوسنا أمام عزة الخالق ونتوسل إليه أن يبقي فينا ذكرى فقيدنا الغالي الطيبة وريحه العطرة، وأن يجزيه عنا خيرا على ما قدمه من الأعمال الحسنة لأبناء مجتمعنا بأسره. في هذا الموقف المهيب أتوجه إلى العائلة الكريمة الثاكلة الحزينة لأقول لأفرادها جميعا إن شاعرنا الكبير والابن البار لهذه الطائفة ليس فقيدكم وحدكم، بل إنه فقيد أمة بأسرها، لأن فقده خسارة للجميع، وبفقده فقدنا على من قل أن جادت حقول الشعر بمثله، فأخرنا ونفخر ونفاخر به ونعتز. لقد فقدنا اليوم أحد رواد الأدب العربي الذين رحلوا وبقيت بصماتهم وآثارهم لتخلد مآثرهم وأسماءهم ولتصبح منارة تنير درب الآخرين. في الختام أتقدم إلى أنجال فقيدنا الراحل الغالي وإلى جميع أفراد الأسرة الكريمة بأحر التعازي القلبية، وأبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيدنا الراحل برعايته وأن يشمله بعطفه وحنانه، وأسأله تعالى العوض بسلامة حضراتكم جميعا، وأن يلهمنا وإياكم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.